ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا النهارده هنعمل حاجه حلوه. هنعمل اكله خفيفه وسريعه وهتلاقوا طعمها تحفه. قبل اي حاجه يا ريت اي حد جرب حاجه من اللي انا بعملها يا ريت تسيب لي رايه في الكومنتات. وايه عجبكم وايه ما عجبكوش او ايه ظبط معاكم وايه ما ظبطش معاكم. اولا الاكله دي انا كنت عاوزه حاجه سريعه. مش عايزه افتح فرن، عايزه حاجه على البوتاجاز من فوق، مش عايزه حاجه تاخد وقت. بصوا مش عارفه اسمها ايه بس هي الفريخ طعمها طالع خطير. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. بص هنحط في الكبه بتاعتي، هحط كزبره وهحط توم مفروم. دي ميه بصل على ميه طماطم كنت متبله بيها حاجات تانية، فحطيتها معايا في التتبيله. وكمان التوابل بتاعتي هسيبها لكم مكتوبه كلها تحت عشان وقت الفيديو ان التوابل كبيره كتير يعني. ومعايا كمان مستردة وهحط كمان صويا صوص، لو عندك دبس رمان ممكن تحطي. هضرب كل ده في الكبة بتاعتي وابدأ اجيب الفراخ بتاعتي. اكون خليها، انا دي وراك مخلية، فهبدأ اتبلها بالتتبيلة بقى اللي انا عملتها. اهم حاجة تخلي التتبيلة تدخل في الفراخ كويس والفراخ تشرب التتبيلة قوي. وتحاولي تدخليها في كل حتة في الفراخ عشان تحسي ان الفراخ كلها طعمها، بصي خطير بجد، هتطلع معاكم وهم هتعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم انا اصلا ما كنتش عارفه هي ايه، بس انا كنت عايزه اعمل حاجه سريعه طلعت حلوه قوي. لما تجربوها انتوا كمان هتعجبكم. هتبلها بقى واحطها في التلاجة عندي قبلها بيوم او 5 6 ساعات كده، على حسب الوقت عندك. هجيب طاسه على النار، احط فيها زبده او زيت اي ماده دهنيه بتستخدميها، اسخنها كويس جدا. هبدأ أنزل بالفراخ بتاعتي تاخد صدمة وعلى نار عالية، مش عايزة انها تنزل المية بتاعتها عشان انا عاوزاها ايه، تفضل طرية يعني ما تنشفش مني. هبدأ اديها صدمة من الجنبين كده، واول ما تتغير لونها هبدأ احطها في طبق خارجي، وهخلي الصوص بتاعها كده اللي نزل منها كل حاجة هستخدمه ايه في باقي التتبيلة. معايا بصل بيكون متقطع مكعبات صغيرة، أول ما يتغير لونه أو يصفر شوية هبدأ أنزل بطماطم تكون متقشرة على حسب الكمية طبعا اللي انت عاملاها في الفراخ. وهبدأ أنزل كمان بعود قرفة خشب ولومي. أنا للأسف هو خطوة اللومي متصورتش، تحطي لومي وكمان بقيت تتبيلة ومعايا كوباية عصير طماطم. تمام، هبدأ أسيب كل ده بقى أقلبه كام تقليبة، وهبدأ أنزل بالفراخ بتاعتي تاني في نفس التتبيلة كده. هقلب الفراخ بتاعتي في الصوص ده كويس قوي. احاول اخلي الصوص يغطيها، هوطي عليها بقى واسيبها تستوي براحتها جدا. تمام، بصوا هي كده بدأت خلاص، هي استوت يعتبر. هبدأ بقى، بص الناس اللي بتحب الاكل سبايسي الخطوة دي هتغير الفراخ وهتوديها في حتة تانية خالص. هبدأ انزل بفلفل حامي عليها. والاول هشيل طبق من الصوص ده عشان بحب اكل بيه، عشان عايزة انشف الفراخ نفسها. تمام، هبدأ اشيل طبق على جنب وانشف الفراخ بالطريقة دي. مش عايزة اخلي فيها صوص او حاجة، عايزة بس ايه، مش عايزة اخلي مية، عايزة الصوص التقيل ده بس. بصوا هي خلاص كده خلصت. هتلاقوا الفراخ اولا دايبة جدا. مسافة ما هتمسكوها هتلاقوها بجد دايبة في ايديكم. والطعم كمان حكاية. بجد جربوها ويا ريت تجربوها بجد هتعجبكم قوي، ولو جربتوها هتقولي رأيكم في الكومنتات. وبجد اللي هتندموا لو ما جربتهاش، لان انا يعني كنت اول مره اعملها، انا حتى مش عارفه اسمها ايه واول مره اعملها. بس بعدها يعني عملتها كذا مره لان الولاد في البيت عجبتهم جدا، فكانوا بيطلبوها كتير. بجد اللي عنده اولاد هيحبها، بس طبعا ايه، تتغاضي عن موضوع السبايسي ده. ممكن تشيل الشطة طبعا عشان الولاد لو مش بيحبوا الحاجة الحراقة، بس بجد هتعجبكم جدا.